السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ زي ما انتم شايفين كده كان عندنا عزومة وخلاص بقى رمضان قرب يخلص. فجأة كده كنا بنقول اهلا رمضان، لقينا نفسنا كده بنقول والله لسه بدري يا شهر الصيام. اول حاجة بقى هنعملها في عزومتنا هي حاجة اساسية على السفرة بتاعتنا، هي ايه؟ الجلاش باللحمة. طبعا كلنا عارفين طريقة عمل الجلاش باللحمة. انا بدأت بيه في عزومتي. اول حاجة طبعا عندي البهارات بتاعت اللحمة، 7 بهارات: معلقة فلفل، معلقة ملح، بصل بودرة، توم بودرة، بابريكا، شوية من الكزبرة، وطبعا معلقتين صلصة. وعندنا كيلو لحمة، وعندنا كمية بصل يعني 4 بصلات كبار، لان انا هعمل صينية جلاش وهعمل صينية مكرونة بشاميل. تمام. عندي اول حاجة حاطة في الصينية، حاطة فيها معلقتين سمنة بلدي كده وشوية زيت ذرة. نزلت طبعا بالبصل عشان اشوحه الاول، وبعدين هنزل عليه باللحمه عشان اغير لون اللحمه. اول حاجه كده كنت انا بعمل المكرونه البشاميل والصينيه الجلاش فوق عندي في الشقه، لاني طبعا عاملين شويه اكل كتير وكده فالدنيا كانت هتبقى زحمه. فكده كنت بشوح معاكم اللحمه، وبعدين هنزل عليها بالبهارات، وهنزل عليها بقرن فلفل بارد ونص قرن فلفل حراق، وطبعا معلقتين الصلصة، واديهم تقليبة واغطيها واركنها على جنب. كده اللحمة بتاعتي ايه؟ خلاص فاضل انها تستوي وخلاص بقى. نيجي بقى نعمل نحضر الصينية. دهنتها سمنة بلدي عشان يبقى الطعم خطير. وهنا ايه بظبط الرقاق او الجلاش. انا بحط طبقتين على بعض وبعدين ادهن ما بينهم سمنة، ادهن سمنة ما بين الورقتين، يعني مش كل ورقة ادهن سمنة واحط الورقة التانية، لا احط ورقتين وبعدين ادهن ايه دهنة سمنة كده. يعني حطيت حوالي 7 ورقات تحت واللحمة في النص، وحطيت 7 ورقات فوق زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا قبل ما تيجي تسويها بتكوني مقطعاها وتحطي عليها كوباية لبن. في ناس بتحط كوباية لبن وبيضة وشوية الملح والفلفل، لا انا بحط كوباية اللبن وعليهم شوية الملح والفلفل والجبنة الموتزاريلا وخلاص. بتاخد لون جميل وبتدي طعم جميل وتكون طرية يبقى طعمها جميل، يعني جربوها مش هتندموا. زي ما انتوا شايفين كده انا بحاول اظبط على قد ما اقدر، عشان طبعا العين بتاكل قبل البق، فلازم ان الحاجة تكون مظبوطة. العزومة دي يا جماعة كانت لخالة جوزي، يعني اخت حماتي. زي ما انتوا شايفين كده بحط اللحمة وسويت اللحمة، وبدأت بقى ايه ان انا احط الورق الرقاق تاني. يعني انا احاول على قد ما اقدر انجز معاكم الفيديو، لانه فيه ايه اصناف كتير والاصناف كتير اكترها معمولة يعني، بس حبيت اشارك معاكم العزومة وكده. وطبعا ما كنتش لوحدي، انا كنت بعمل الاكل، بس يعني كان في مساعدة ما بين سلفتي وما بين اخت جوزي. ربنا يبارك فيهم يا رب. زي ما انتوا شايفين كده كنت خلصت، اديتها دهنة سمنة كده وبدأت ان انا اقطعها. ولما اقطعها بقى احط عليها رشة جبنة موتزاريلا. زي ما شايفين كده قطعتها، هي طلعت ايه نسبة لحمة، على ان اللحمة بتاعتها كانت كتير، بس كل ده ولا اي حاجة عادي يعني. وهنا كنت بحضر المكرونه بشاميل، طبعا انا عاملاها معاكم قبل كده، كنت بسلق المكرونه وكده وهعمل معاكم البشاميل. دول كان 7 معالق سمنه بلدي و... و7 معالق دقيق وكيلو من اللبن. يعني حبيت اشارككم كل حاجه يعني على قد ما اقدر والله.
زي ما انتوا شايفين كده السمنة خلاص، بدأت انزل عليها بالدقيق. والبشاميل اللي في ناس بتعمله بكذا طريقة تانية، بس دي الطريقة المفضلة عندي يعني، مش بحب احط عليه بيض وكده. هنا كان خلاص شميت ريحة الدقيق طلعت حلوة، قلت خلاص بقى هنزل عليها باللبن. طبعا انا كنت ماسكة الموبايل وبفضي اللبن، فطبعا عايزة حد يقلب بسرعة عشان انا ماسكة الموبايل بفضي اللبن. فكانت طبعا اخت جوزي جنبي، قلت لها قلبي على طول، فكانت بتساعدني يعني، كلهم ساعدوني. وهنا شوية الملح والفلفل وشوية صغيرين من البصل بودرة والثوم البودرة، بيدوا طعم جميل للبشاميل لو انت ما جربتيش الخطوة دي. بس كده كان البشاميل معايا خلص. والمكرونة طبعا هحط في صينية المكرونة البشاميل كده، بقولكوا القوام بتاعها حلو ازاي، ولا خفيف ولا تقيل، وكان طعمه حلو. وهنا كنت خلاص قلبت المكرونة بعد ما اتسلقت وكده، وحطيت بشاميل في القاع. وهنا كنت رصيت بقى المكرونه واللحمه. للاسف ما عرفتش اصورها لكم بقى في النهايه. بقى حطيت على وشها جبنه وكده، بس انتوا هتشوفوها وهي متحمره. في النص جبنه وعلى الوش جبنه، عشان مش بحط بيض برضو على الوش. هنا بقى جينا للبطه الحلوه دي. انا بحب اشوح البط. هنا كنت بشوح البطه زي ما انتوا شايفين كده، اكنها بتتحمر، بتدي لون جميل. وبعدين نزلت عليها بالميه زي ما انتوا شايفين كده، وخدت كام غلوة. ولو فيها ريم فيها اي حاجة بنشيله الاول، وبعدين بننزل عليها بصلاية طماطماية، حتة فلفل كده حراقة، وشوية ملح وفلفل وحبهان ورق لوري، ونص معلقة من السبع بهارات زي ما انتوا شايفين كده بس. وهغطي عليها، يبقى كده البطة عندنا مش هتحتاج حاجة غير انها تستوي بس. وهنا بقى جينا لتتبيلة الفراخ. عندنا طماطمتين متقطعين وعليهم معلقة صلصة جاهزة، والبهارات بتاعنا فلفل ملح، 7 بهارات. وهنا كان البصل متقطع ومعاه قرن فلفل حار. فضيت كله على بعضه كده وقلبته زي ما انتوا شايفين كده. وهنا بقى كنت هحشي الفراخ. وهنا بقول لكم كده الخلطة جاهزة. انت ممكن تعملوها من بالليل وتسيبوها، بس انا ما عنديش وقت يعني. جيت هنا مسكت الورك، بعمل فيه فتحات كده، عشان طبعا هي مش متبلة، فعشان تشرب التتبيلة شوية انا عملتها قبل الوقت بشوية، قبل يعني بعد ما عملت البطة على طول، علشان تشرب من التتبيلة شوية. بس بصراحة كان طعمها جميل، كله شكر فيها يعني. ابدا اعمل فتحات كده في المنال، واحطها في الصينيه. حتى الصدر كده بديله فتحه زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا شكرا جدا لسلفتي كانت بتصورني يعني، مؤيدة. وهنا كانت خلاص خلصت، هبدأ اغطيها بورق السلوفان واحطها على البوتاجاز لحد ما تستوي. وطبعا الحاجة اللي كانت بتستوي وخلاص خلصتها مش عايزاها في المطبخ، بديها لأم كرمة، كانت هي قاعدة للفرن تدي الحاجة اللي عايزة تاخد وش تديها وش. وهنا كنت بحمر بصلة، وحطيت هنا كان في صلصة في الفريزر احنا مخزنينها، حطها تفك، فكده كانت فكت. وهنا كنت بعمل بشوح لحمة. تمام، اللحمة اتشوحت اهي، نزلت عليها بصلاية صغيرة تتشوح معاها. طبعا اللحمة دي هنحطها في الطبيخ بتاعنا. تمام كده تشويحة كده. وهنا الصلصة بتاعتنا طبعا فكت، وزودتها مية ونزلت عليها باللحمة بعد ما اتشوحت. انا طبعا عايزة اللحمة تستوي الاول قبل ما احط الطبيخ بتاعي.
تمام. اللحمة هنا كانت خلاص داخلة على السوا. وطبعا هنعمل قلقاس، والقلقاس مش بيحتاج يعني طياب كتير، هي غلوة واحدة بس وخلاص، فلازم نسوي اللحم. هنا ايه، فضيته اديته تقليبة، وانزل عليه بشوية ملح وشوية فلفل بس، مش هحط عليه حاجة تاني. وكده عندنا ده خلاص. نيجي بقى لايه، للطشة بتاعته للقلقاس. عندنا حطينا ايه، معلقة سمنة بلدي كده. طبعا ايه الاكل عبارة عن بسمنة بلدي كله يعني. حطيت توم ادى لون ذهبي كده، ونزلت عليه بمعلقة من الكزبرة الناشفة. وبعدين هنزل عليه الخضرة تتشوح كده مع الثوم والكزبرة لحد ما تدبل كده. هبدأ افضيها بقى على الطبيخ بتاعي. هو كده خلاص بقى، كده هطفي عليه، اديله تقليبه واطفي عليه. هنا بقى اخدت شوية من الشوربة الحلوين بتاعنا عشان نعمل ملوخية. تمام. فحطيت الملوخية كده ايه، وبدأت اقلبها بالراحة لانها كانت مجمدة. وابدأ اعمل لها بقى ايه، التومة بتاعتها، نص معلقة سمنة بلدي وشوية من التوم، كام فص توم كده. وابدأ اديهم اللون الذهبي. ده تقليبه كده وخلاص كده. بصوا، وحطيت مع التوم برضو شوية من الكزبرة الناشفة، وجيت طشة الملوخية على طول. لازما جنب العزومة يكون في ملوخية، جنب اكل العزومة يعني عامة. اللي مش حابب ده ياكل ده كده يعني. وكده كنت خلاص خلصت الملوخية. وهنا بقى جال الرز طبعا مش انا اللي عملته، كان سلفتي ام ادم هي اللي عامله الرز. وخدته بقى وحطيته في الفرن، يعني هي غسلته وعبرته كويس وحطيت له اللبن والملح والفلفل بتاعه، وانا قعدت عليه على الفرن. وزيته طبعا سمنه بلدي. كان كده خلص. وكده الجلاش لما اخد لون وزيته اللبن بتاعه. وطبعا اي حاجه بتخلص كنت بغطيها بورق السلوفان واشيلها على الفرن تفضل سخنه لحد الفطار. طبعا الفراخ معانا استوت وخدت اللون جميل. تسلم ايدك يا مكرمه. وهنا المكرونه البشاميل برضو المكرمه ادتها اللون الحلو. وبكده بقى ده كان اخر الفيديو. دي السفره بتاعتنا المتواضعه. الاكل سهل وبسيط مفيهوش اي تغبيله. ان شاء الله سنه اولى جواز تعرف تعمل الاكل ده بكل سهوله. ومتنسوش تصلوا على النبي في كل حاجه قبل ما تعملوها. متنسوش اللايك والشير. السلام عليكم ورحمه الله.